السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. نتوما تشوفوا هذا الفيديو غادي نحضر معكم هاد المسيمنات هما في الحقيقه على شكل فطائر، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو زوينين بزاف وخفاف، وصفه سهله وبسيطه. المهم عاد بعجينه تاع المسمن غادي نحضروهم، كيجيو زوينين وبمذاق خاص جدا. غادي نحضرهم نعمرهم بالكفته والفيرميسيل وكذلك الفلفل. المهم غادي نشحرهم، بقاو معايا باش تشوفوا الوصفه الطريقه باش غادي نحضرهم. كيجيو زوينين هكا المائده تاع رمضان، مناسبين وطريقه سهله وبسيطه غيتعجبكم بزاف. وغادي نحضر معكم كذلك تحليه رمضانيه كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا بالفيديو، كتجي زوينه بزاف بجوج تاع المذاق نتاع الفلون بجوج طبقات، ومذاق تاع الفريز حتى درت في وسطها الفريز. المهم بقاو معايا باش غادي نشارك معكم هاد جوج وصفات الرمضانيه، نتمنى يعجبوكم. وإلا عجبكم طبعا ما تنساونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والاشتراك في القناه مره اخرى. وبقاو معايا باش نحضروا مع بعضنا وعد هاد الوصفات، نتمنى يعجبوكم. وما تبخلوش علينا طبعا باللايكات وبارطاج ما بين الاهل والاصدقاء. هادو هما جوج وصفات في فيديو واحد. غادي نبداو باول حاجه هي التحليه الرمضانيه. غادي نحضروها مع بعض باش تاخذ الوقت الكافي باش تبرد، باش تجمد كما كتشوفوا معايا هكا بالفيديو. كتجي على هذا الشكل، ضروري نبداو بها. عندي هنايا غادي ناخذ تقريبا نص لتر حليب، نقصت هنا شويه هاد الكميه باش غادي ندير فيها كما كتشوفوا معايا هاد الكريم ليكيد. وغادي ندير فيها واحد معلقه ونص تاع السكر سنيده. المهم التحليه كل واحد اللي بغى على حسب الحلاوه اللي كيبغي. والحليب غادي نخليه هنا يحمى مزيان. عاد نخلطو مع ديك المكونات تاع لا كريم ونضيفوا له حتى نضيف السكر. وغادي نضيف له الفلون تاع الكواخاده صافي. والطبقه الاخرى غادي نديروها بالفلون عادي تاع بالنكهه تاع البيستاش. كما شفتوا معايا اللون ديالو خضر، كيجيو موالمين، كيجي المذاق ديالهم زوين بزاف. هنا غادي نديرهم في ديك الزلافه ونخلطهم مزيان حتى يطيب، ماشي يطيب كاع، المهم حتى يحمى الحليب. وعاد نخلطوهم ونديرهم فوق النار، عاد نديرهم فوق الطبقه الاخرى. المهم طريقه سهله وبسيطه والمذاق كيجي زوين بزاف ومناسب. درت زوج هنايا صافي. هنايا نخلطهم مع بعضهم نخليهم على جنب كما كتشوفوا معايا الفيديو راه يشرح لكم كل شيء. المهم حتى يحمى الحليب عاد نخلطوا دوك المكونات مع بعضهم نخلطوهم مزيان باش ما يديرناش داك الفلون ما يديرش كويرات. خلطوهم مليح. ومن بعد نحضروا الطبقه الاخرى نتاع الفلون كما قلت لكم بالنكهه تاع البيستاش. هكا عندنا الفلون بجوج طبقات. غادي حتى ندير الطبقه تاع الفلون تاع البيستاش، عاد ندير الاخر باش من نقلبو يخرج عندي ديك الطبقه تاع البيستاش والاخر يجي لتحت. صايي هنا درت حتى هي نص يوطرو وما درتش السكر لحقاش فيها السكر عندنا حلو. هاد الفلون ما عادش ندير فيه السكر. ندير فيه جوج ساشيات ونخلطهم مزيان حتى ينسجموا، ما نخليوش يطيب بزاف، نقص عنه باش ما يتحرقش. نستمر في التحريك حتى يسخن مزيان. عاد نحيدوه من فوق النار ونديروه في المول ولا بغيتو ديروه في شي كؤوس يعني فرديه تقدروا ديروهم. كما كتشوفوا معايا نستعمل هذا المول هنايا، كيجي الشكل ديالو فيه زوين بزاف. المهم تستعملوا اي مول عندكم ولا ديروهم في كؤوس فرديه كما قلت لكم. صاي هنا من بعد ما طاب غادي نحيدو
باش نديروها في داك المول. المهم هنايا في الاول غادي ندير هذا الفريز، عندي قطعته مرصيات صغار، غادي نديرو هكا واخا غادي يطلع من ديال الفلون ما يبقاش لتحت، وندخلوه للثلاجه يبرد حتى يعني تبرد ديك الطبقه الاولى، عاد نديرو الطبقه الثانيه باش ما يتخلطوش بزوج على هذا الشكل، وغادي ندخلوه للثلاجه يبرد مزيان. المهم حتى تجمد ديك الطبقه عاد نديرو الطبقه الثانيه. صايي هكا كما كتشوفوا معايا. ومن بعد ما يبرد تقريبا خليته واحد الساعه ولا ساعه وشي حاجه كيبان لكم هذا الشكل. غادي ندير الطبقه الثانيه تاع الفلون كما كتشوفوا معايا، غادي نديرو الفوق، ومن بعد ندخلو الثلاجه يبرد مزيان. المهم شحال ما برد مزيان شحال ما كان يعني تقدروا تحكموا فيه من الاحسن. يعني نبداو به علاش انا بديت به، وبعد نخدموا اللي بغينا. يعني تحضروا اي حاجه، المهم الحوايج اللي يكونوا محتاجين باش يبردوا في الثلاجه نبداو بهم. صايي هنايا غادي ندير هذا الفريز لداخل، غادي نضيف داك الكميه تاع الفرون اللي بقات وندخلوها للثلاجه تبرد. ومن بعد غادي نحضروا مع بعضنا بعد الفطائر ولا المسمنات. المهم العجينه تاع المسمن انا حضرتها ما شاركتهاش معكم لحقاش ديجا سابق لي حضرت معكم بزاف الوصفات تاع المسمن، يعني عجينه عاديه تاع المسمن ما درت فيها حتى شي حاجه، هي ما زدت فيها حتى شي حاجه. يعني تحضروها عادي، فرينه الفينو شويه د الملح خماره الحلويات صايي. وهنا عندي الحشوه ديالها، درت هنا شويه د الزيت في المقله، غادي نضيف الفلفل وضفت الكفته، وما درتش البصله لحقاش الكفته عندي فيها مقومه فيها البصله وكل شيء، فيها المعدنوس فيها كلش، يعني ما عادش ندير ما ندير لهاش البصله. وعاد نخليهم يتشحروا مزيان. عندي كفته فيها حتى التوابل يعني كاع ما درتش بزاف، غندير الملحه وشويه الحبه كحله صايي. وغادي نحركوهم مزيان حتى يتشحروا كما كتشوفوا معايا هنايا، ونحيدوهم فوق النار. وغادي نضيف لهم الفرماج محكوك والشوربه هنايا الشعريه، عندي واحد الكميه قليله ماشي بزاف، يعني الكفته تجي غالبه عليها ماشي الشوربه، واحد الكميه قليله كما كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف فرماج محكوك اختياري تقدروا تستغناو عليه، المهم كيزيد واحد النكهه كيجي زوين بها. ومن بعد غادي حتى تبرد هاد الحشوه، عاد عندي المسمنات راهم موجودين غادي نعمروهم ونديرهم في الصينيه اللي يدخل الفران يطيبوا، كيجيو زوينين بزاف. غنخلطوا هاد المكونات كاملين كيبردوا نقدروا نعمروا دوك المسمنات اللي يدخلوا الفران. هيا عندي هنا المسمنات كما كتشوفوا، غادي نسرحها مزيان، هما ما درتهمش كبار بزاف، نسرحوهم هكا على هذا الشكل. يعني حتى نطوي المسمنه وكل شيء عاد نعمروها باش لداخل تجي دوك الحشوه لداخل وتجي المسمن معمر لداخل، كيجيو بزاف يعني الطبقات فيه. غادي ندير هاد الحشوه لداخل ونطوي جوج تاع الطويات ونجمعوا ديك الحشوه لداخل مزيان باش ما تخرج لناش كما كتشوفوا هنايا في الفيديو. ومن بعد غادي نهز واحد السكين ولا هاد القطعه نتاع البيتزا كما بغيتو، المهم ندير واحد الخطوط هكا شحال ما بغيتو 4 ولا 5 كل واحد هكا كما كتشوفوا باش يجيو داك مشكلين هكا فوق العجينه، كيجي شكلهم زوين على هذا الشكل، كيجيو مورقين. تقدروا تبلعوهم ولا تخليهم هكا على حساب الهلال ولا بحال شكل كرواسون صافي. ونفس الشكل يعني المسمنه حتى هي نسرحها مزيان والاخر نديرو نفس الشكل يعني. ومن بعد ما نكملوهم غادي ندهنوهم بصفار بيضاء، ومن بعد زينوهم باش ما بغيتو. انا درت لهم شويه بودور شيه من الفوق ولا ديروا جنجلان ولا كما بغيتو، ولا تخليهم حتى هكا كيجيو زوينين.
ومن هنا نمرقوه مزيان بالزبده كما كتشوفوا. انا درتهم صغار ماشي كبار كما كتشوفوا، تقدروا ديروا الحجم اللي بغيتوا ونديروا نفس الشكل، نسرحوها مزيان ونديروا بالقطاعه كما شفتوا معايا في الفيديو. ها هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما كملتهم. درتهم هنا في الصني ودهنتهم اصفر البيض، وغادي نديروا فوقهم هاد البودور شيه وندخلهم من الفران يطيبوا. وهنايا الفرو ديالنا من بعد ما طاب، هذا هو الشكل النهائي ديالو. كذلك هذوك الفطائر اللي حضرناهم مع بعضنا بعد كيجيو زوينين، والفرو كذلك. تحليه سهله وبسيطه. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم البنات وتجربوهم في هذا رمضان الكريم. هنا زينتهم شويه بالفريز على هذا الشكل. بصح هاد التحليه زوينه كتجي خطيره البنات في المذاق، جربوها تعجبكم بزاف. وفيها جوج تاع النكهات يعني كيجيو متوالمين. المهم اللي ما عندكش اللي تاع البيستاج ولا تقدروا تبدلوها باي نكهه عندكم. وحتى الفطائر يجيو زوينين هكا. الطابله تاع رمضان جاو روعه، وديك الحشوجات موالمه معاهم. ونتمنى تعجبكم الوصفات تاع اليوم، هم يستاهل في الحق، يستاهلوا التجربه. والفلون كذلك غادي نقطع معكم شويه باش تشوفوا كيجي من الداخل مع دوك المرصويات نتاع الفراز. غادي يعني شحال ما برد مزيان، شحال ما كان كش راسو. انا درتو بديت به يعني برد بزاف كما كتشوفوا، خطح لي واحد شي شويه معليش. كيجي هكا كيجي روعه. المهم جا الفيديو ديالنا النهايه ديالو. نتمنى وصفات اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم بصحه فطوركم ورمضان مبارك كريم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.